يا مساء الخير والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة هنعمل مع بعض كشري الحلتين. أنا سميته كده طبعا لأن طلع ترند من فترة كشري الحلة الواحدة. أنا بصراحة جربته، يعني ما اقتنعتش بيه، ما عجبنيش قوي. الطريقة دي من أيام والدتي الله يرحمها، كانت طول عمرها بتعمله بالطريقة دي. خدت على الطعم دوت وبعمله دلوقتي، بيعجب ولادي جدا جدا وبيفضلوه حتى والله عن كشري المحلات بره. الكشري بتاعي عبارة عن العدس والرز مع بعض في حلة، والمكرونة في حلة، وطبعا شوية الإضافات الحلوة اللي بتعمليها، الحمص، الورد، وهنا اللي هو البصل دوت. أنا بفضل أقطعه صغير، مش كبير قوي زي محلات الكشري، بحسه بيبقى أطعم يعني. وشطة الطماطم طبعا بالفلفل، حاجة كده روقان. شوفوا الطريقة دي وإن شاء الله تعجبكم، ونبدأ مع بعض. أول حاجة معايا كمية بصلتين كبار، حطيتهم في حوالي نص كوباية زيت. والزيت هنا مش كتير ولا حاجة، لأني هاخد منه كمان للمكرونة وللصلصة بعد ما احمر فيه البصلة طبعا أنا مقطعها زي ما قلتلكوا، مش كبير قوي، لا، متوسط. بنقلب فيها لغاية ما تاخد اللون الوردي اللي هو لون البصل بالشكل ده. هطلعها طبعا، هصفي البصل واطلعه من الحلة على مناديل مطبخ عشان الزيت، وبسيب كمية بصل صغيرة حوالي معلقة. وهنا بضيف يعني حوالي 5 كوبايات ونص مية مغلية او عادية زي ما تحبي. و بضيف لها بس دلوقتي ملح وفلفل اسود. دي التوابل بس اللي هضيفها حاليا. وبسيب المية بتاعة الكشري تغلي بالشكل ده. وبعدين هضيف العدس، دي كوباية ونص عدس بجبة، انا غسلاه كويس ونقعاه حوالي نص ساعة. شايفين طبعا الكمية بتاعته تضاعفت. وبعد كده اول ما العدس يبدأ يدخل في السوى، ياخد كام غلوة ويبدأ يدخل في السوى، هضيف له باقي التوابل اللي هي شوية كمون وشوية كزبرة. انا بحب اضيف الكمون دايما في الاكل في الاخر، النكهة بتاعته بتبقى باينة قوي ومش بيمرر. هنا العدس بجبة بدأ يستوي. انا طبعا جربت واحدة كده لقيتها دخلت في السوا يعني بنسبة 70%. العدس طري معايا. هنا بضيف له الرز، ودول عبارة عن 3 كوبايات رز مغسولين، بنضيفهم على العدس وبنقلب كويس وبنسيبه على النار. اول ما ميته بتقل بنوطي عليه النار خالص لغاية ما يكمل سواه. وهنا العدس خلاص، يعتبر العدس بالرز دخل في السوا. بوطي عليه النار خالص وبضيف له من فوق كده شوية كمون زي المحلات ما بتعمل، وبغطي عليه ما بقلبوش دلوقتي. البخار بتاع سوى العدس مع الكمون بيديله طعم حلو جدا جدا. زي ما انتوا شايفين رشة كمون كده من فوق، وبغطيه واسيبه 5 دقايق. هو كده طبعا استوى بشكل كامل، وبغطيه و5 دقايق وبطفي عليه. الكمون ده بيديله يا جماعة طعم حلو قوي كده. العدس بالرز خلاص. وهنا هعمل المكرونة، مية مغلية وشوية زيت، ونزلت بكمية المكرونة اتسلقت معايا. وبعدين شوية زيت من بتاع الكشري اللي حمرنا فيه البصلة، معلقتين كده، هصفيهم وهقلب فيهم المكرونة، وبضيف لها ملح وفلفل اسمر فقط لا غير. وبوطلها النار تسخن كويس جدا. وكده المكرونة خلصت. هنا هنعمل الصلصة، وبرده شوية زيت من اللي حمرت فيهم البصلة. هننزل بمعلقة صغيرة توم مهروس. أول ما لونه يتغير
معايا بالشكل ده. هننزل بالصلصة. انا عاملة حوالي كيلو طماطم ضربها في الخلاط. هننزل بيها كده، وهنضيف لها معلقة صغيرة سكر ونقلبها. واول ما تغلي غلوتين هنضيف باقي التوابل اللي هي ملح وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة، ونقلب ونسيبها بقى تتقل معانا القوام طبعا اللي انت عايزاه. كده الصلصة خلاص. هنبدأ نعمل شطة الطماطم بطريقة المحلات. هنا انا مقطعة طماطمتين متوسطين، ومقطعة نص قرن فلفل حامي احمر ونص اخضر. ده فلفل حامي يا جماعة، ممكن تستغنوا عنه طبعا، بس احنا عشان بنحب شطة الكشري تبقى سبايسي قوي. ضفت له كمان معلقة كبيرة شطة حمراء، الشطة العادية يعني. وبضيف هنا حوالي كبشتين كده من الصلصة اللي على النار اللي هي بتاعة الكشري، قبل طبعا ما تتقل معايا. بضيف حوالي كبشتين كده للطماطم بالفلفل. هي طبعا ما بضيفلهاش هنا اي توابل، لاني انا مملحاها وحاطه لها التوابل بتاعتها، البهارات بتاعتها، وهي على النار. دي الصلصه بضيفها للطماطم والفلفل، وممكن اضيف لها نقطه خل برضو بتديها طعم حلو. ودي بتبقى يا جماعه حراقه جدا، اللي مش بيحب الحاجه السبايسي هيكتفي بس بالفلفل او الشطه. انا حاطه الاتنين مع بعض. وهنا هنعمل الدقه بتاعه الكشري. معلقه توم كبيره مهروسه، ونزلت بشويه صغيرين قوي كركم، يعني ربع معلقه كده، وحوالي نص كوبايه ميه مغليه، وحوالي ربع كوبايه خل، وعصره نص ليمونه، وبنضيف لها رشه كمون صغيره ورشه ملح صغيره، ويا دوبك معلقه من الصلصه اللي على النار تديها اللون الحلو ده. بقى معانا احلى دقه كشري. والميه السخنه طبعا هي اللي بتخلي الثوم يطلع النكهه بتاعته مع الخل، ويديك النكهه اللاذعه بتاعه الدقه بتاعه بره. وهنا خلصنا طبق الكشري بتاعنا وغرفناه. وطبعا انا كنت سالقه شويه حمص جنبه، وده الورد بتاعه. والله طريقته سهلة وجميلة جدا جدا جدا، جربوها بجد. شايفين لمعة العدس بالرز وطالع ما شاء الله مفلفل معايا، مش معجن ولا اي حاجة. جربوا الطريقة دي. انتوا جربتوا اكيد كشري الحلة الواحدة، جربوا كشري الحلتين بطريقتي، وان شاء الله هيعجبكم. وجربوا الشطة الحلوة دي، والصلصة طبعا جميلة. لو عندك الصلصة بتاعتك الطماطم مش حمرا قوي، ممكن تضيفي لها معلقة صلصة تديك اللون الأحمر الحلو بتاع الصلصة. وأتمنى تكون طريقتي عجبتكم وتجربوها، وإن شاء الله تقولولي رأيكم في الكومنتات. وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات وأكلات أم الدنيا.